لو مش عارف تبقى مبسوط النهارده عمرك ما هتبقى مبسوط. مفاجأة مش كده؟ انا برضو اتضايقت جدا لما اكتشفت ده. مش عايز ابالغ بس انا كنت هدخل في اكتئاب لما اكتشفت ان ولا حاجة من اللي انا بدور عليها ولا حاجة من اللي انا بجري وراها وطول اليوم بحاول اوصل لها هتديني 1% سعادة او انبساط. بس لما فكرت اكتر لقيت ان انا المفروض افرح مش ازعل، وان انا ممكن استغل الموضوع ده لصالحي، وده اللي هتكلم عنه في فيديو النهارده. زمان لما كنت بسمع حد يقول الفلوس ما بتشتريش السعادة او ان القناعة هي احسن كنز، كنت بقول بص البائس الفقير شوف بيكوب ازاي عشان يبرر لنفسه انه مش غني او معهوش فلوس كتير او مش عارف يجيب عربية غالية او يلبس احسن براندات. كنت شايف ان السعادة دايما في الانجاز، السعادة في انك تحقق حاجة، في انك تنجح. بس كنت شايف ان لما يبقى معايا مليون جنيه هبقى مبسوط 10 اضعاف من لو معايا 100,000 جنيه، او اني لما العب ديد ليفت ب 300 كيلو هبقى مبسوط 5 مرات قد وانا بلعب ب 60 كيلو. ولو جبت مثلا 97% ورتبت على الدفعه هبقى اسعد انسان في الوجود، غير لو كنت جايب 90 او 85%. ولكن دلوقتي انا مقتنع ان الكلام ده غلط. فخ كبير بنقع فيه كلنا هو اننا بنفتكر اننا لما نوصل لنقطه معينه في حياتنا كل امانينا هتتحقق، هنبقى مبسوطين جدا وسعداء، بنصحى من النوم كل يوم هنطير من السعاده. ممكن تكون النقطه دي هي انك تدخل كليه معينه، او توصل مليون سبسكرايبر، او تشتري عربيه نفسك فيها، او توصل 10% دهون. بس للاسف it doesn't work like that. شوف كده كام واحد، والاحصائيات موجوده في جوجل، ادخل وسرش كام واحد كان ملياردير ودخل في اكتئاب وانتحر. شوف كام طالب في الكليه اللي نفسك تدخلها وفاكر ان دخولك ليها هيخليك سعيد طول العمر. شوف كام طالب فيها كاره نفسه وحياته وعايز يحول ويسيبها. شوف كام فورم عندك في الجيم بيشيل اوزان محترمه وناشف وجسمه جسم جريك جاد، بس لما يبص في المرايه بيكتئب. ليه؟ عشان سمنته صغيره، سمنته اللي ممكن تبقى قد وشك مرتين اصلا. لو فاكر ان السعاده في تحقيق الاهداف يبقى انت هتتبسط في حياتك كلها شهرين ثلاثه. عملت قناه يوتيوب وهدفك توصل 10,000 سبسكرايبر، انا لما يبقى عندي 10,000 متابع انا هبقى مبسوط. وصلت 10,000 هي سعاده، انبساط، دوبامين في السماء. يلا يا عم تعالى نحتفل النهارده وناكل 10,000 كالوري ايس كريم. بكره عايز اوصل 100,000 سبسكرايبر، لازم اكبر القناه، لازم درع اعلقه على الحيطه واتصور معاه. بس هي المره دي بس، انا لما اوصل 100,000 سبسكرايبر انا مش هبقى عايز اي حاجه تاني من الدنيا. وصلت 100,000 سبسكرايبر، الف مبروك، فرحه وسعاده، وعازمكم على اي حاجه النهارده يا رجاله، وصورتين مع الدرع واحتفالات. ده انا كينج كونج الارض، ما بقتش شايف حد، وفاضل 4 اصفار واوصل للمليار. بعد اسبوع هو انا هوصل المليون امتى؟ انا عايز الدرع الذهبي، ما مش معقول هفضل تحت المليون طول العمر كده. انا يوتيوبر نص كم، انا مش هبقى راضي عن نفسي غير لما اوصل للدرع الذهبي. المحصله النهائيه، اتبسطت اسبوع لما وصلت 10,000، اسبوع لما وصلت 100,000، وممكن اتبسط اسبوع وممكن يكون اقل لما اوصل مليون، وباقي الوقت متقدر ومتعكنن وموقف سعادتي على اللي جاي. ده مثال واحد بس الامثله كتير. انا بحاول انقل لك امثله من ارض الواقع، حاجات انا بشوفها بعيني. مفيش حد في الكليه ما فرحش لما دخل طب، كلنا عشنا شهر سعيد جدا بعد التنسيق، ومع ذلك كتير جدا جدا مننا مع بدايه سنه اولى ما بقوش فرحانين، رجعوا للبيز لاين تاني وبقوا موقفين فرحتهم على انهم يرتبوا على الدفعه في سنه اولى. وفي ناس كتير دخلت في ديبريشن وكرهت الكليه وكرهت الحياه عشان شالت مواد في اولى، او جابت جيد او جيد جدا او حتى امتياز بس امتياز مش عالي. طب خد بقى الكبيره، من تعاملي مع الدفعات الاكبر عندنا في فتره الامتياز وفتره اختيار التخصصات، انا شفت ناس كان ترتيبها التراكمي 12 و15 وكانت حياتها عباره عن جحيم عشان مش هيلحقوا رمد او انف واذن او جلديه او اشعه، مع انه قدامه نسا وعظام وكارديو تخصصات كتير، وقدامه نيابه في الجامعه بدرجه. بس هو كان موقف حياته وسعادته على انه يبقى من اول 10 ويقدر ياخد مثلا نيابه انف واذن. انت ممكن تبقى في اولى او تانية ثانوي وبتشوف الفيديو وبتقول ايه الخرف اللي بيقوله ده انا لو دخلت طب انا مش عايز حاجه تاني من الدنيا، حتى لو بقيت بتاع بايو كيمستري، مع احترامي الشديد لاطباء البايو كيمستري، بس دي عداوه شخصيه. على فكره كلنا كنا بنقول كده واحنا مكانك، بس بمجرد ما توصل للهدف بتاعك بتحط هدف جديد وبتوقف عليه سعادتك، وبتقول لنفسك ده هو بس لو خسيت 10 كيلو وجسمي اتظبط شويه ده انا هبقى اسعد انسان في العالم. او انا النهارده بلعب بنش بالبار فاضي، لو بس وصلت ان انا احط طار 20 في كل ناحيه خلاص انا مش عايز حاجه تانية من الجيم. هفضل احط على نفسي واروح الجيم واكل اكل مش بحبه ومش بطيئه بيخليني عايز ارجع فتره مؤقته بس لحد ما اوصل للطاره ال20. عارف ايه المشكله؟ انك بعد ما توصل للطاره ال20 هتفرح وتتبسط وتنزل صوره في الجيم وتعمل دوشه على الفيسبوك، وهتفرح فعلا لمده 3 ايام، وبعد كده
هتحس انك مش مكتفي، هتحس انك لازم توصل لطارتين 20، وبعد ما توصل طارتين هتبقى عايز توصل لثلاث طارات. والمفاجاه بقى ان اضخم فورمه عندك في الجيم اللي بيلعب بنش ب 180 كيلو ممكن يكون فاكر انه لما يوصل ل 200 كيلو هيبقى اسعد واحد في الدنيا، لما يوصل 200 كيلو خلاص مش هيبقى عايز حاجه تاني من الجيم. انت مصدق نفسك؟ يعني انت مش حاسس بالرضا وانت بتلعب ب 180 كيلو، بس هتبقى مبسوط وسعيد في حياتك لما تزود عليهم 20 كيلو. عشان كده انا بقول لك انك لو مش قادر تبقى مبسوط وانت معاك 100 جنيه مش هتقدر تبقى مبسوط وانت معاك 100,000 جنيه، لانك لما تجيب الايفون 12 هتبقى عايز تجيب ال 13، وبعد ال 13 عايز اجيب ايباد، عايز اجيب ايربود عاليه، عايز اجيب ماك بوك برو، ما لازم اعمل ايكو سيستم. ولو خلصت كل ده ممكن تدخل في سكه العربيات، عايز اجيب ميتسوبيشي لانسر، جبتها خلاص؟ لا انا عايز كيا سبورتاج. وصلت لها؟ لا انا مش مبسوط، انا عايز فولكس، انا عايز دوج، انا عايز مرسيدس. جبت كل دول؟ لا انا عايز لامبورجيني. ما هو محمد رمضان مش احسن مني في حاجه؟ خلاص خلصت كل العربيات، انا مش هبقى مبسوط غير لما اجيب طياره. الموضوع افور شويه بس للاسف ده اللي بيحصل، وحتى لو مش هيحصل معاك لانك عمرك ما هتجيب طياره ولا انا لكنك ممكن تشوف امثله حيه في الممثلين والمغنيين والمشاهير هتفهم كلامي. ممكن حد يرد ويقول لي طب ما تاهت والاناه، انا هحط لنفسي عدد كبير جدا من الاهداف واعمل حاجات كتير قوي وهدوس على نفسي على الاخر وهنجح فيهم كلهم، وبكده افضل مبسوط طول الوقت، هبقى دايما في حاله دوبامين رش، او على الاقل مش هسمح لمستويات السعاده عندي انها تنزل. والحقيقه دي استراتيجيه معقوله انا كنت مؤمن بيها في يوم من الايام، لحد ما لقيت فيها عيب قاتل كنت بكابر واقول انه مش هيأثر عليا. والعيب ده هو انك لو فشلت مره واحده، لو وقعت في حاجه واحده بس من الحاجات اللي موقف عليها سعادتك وانبساطك، هتاخد ضربه حزن واكتئاب هتجيبك الارض. هتحس انك مالكش اي قيمه في الحياه لسبب تافه زي انك ما جبتش التقدير اللي انت عايزه في سنه من السنين، او انك زدت 5 كيلو، او اي حاجه تانية انت موقف عليها سعادتك. والمشكله ان مش دايما الموضوع بيبقى تحت تحكمك، انت ممكن تعمل 100%، ممكن تعمل كل حاجه تقدر تعملها وبرضه تفشل، تجيب اخرك بمعنى الكلمه وبرضه ما تعرفش تحقق اللي نفسك فيه، وساعتها هتقول لسعادتك وانبساطك ورضاك عن نفسك اللقاء في جنة الخلد ان شاء الله. على الجانب الاخر انا مقتنع ان الكلام ده ليه حدود. صحيح انت مش لازم تبقى مبسوط لو معاك مليون جنيه، لكن صعب جدا جدا تبقى مبسوط لو معاكش غير 10 جنيه، لو ما عندكش مرتبه تنام عليها او مروحه تشغلها في الصيف، او حرفيا مش لاقي تاكل. انا شايف انه صعب جدا انك تبقى سعيد مهما كنت راضي، الا لو كنت زاهد ليفل الانبياء والتابعين، ودي حاجه مش بتتكرر كتير. يعني غالبا انت مش كده، ممكن تبقى في فورمه كريس بامبستيد وعندك بادي ديسمورفيا وكاره جسمك وكاره نفسك حقيقي، بس صعب جدا جدا انك تبقى مبسوط وراضي عن شكلك لو وزنك 180 كيلو. مش بس عشان شكلك، لا كمان عشان صحتك والليميتيشن اللي بيحصل لك. مش بتعرف تجري، مش بتقدر تطلع سلم، مش بتقدر تعمل اي حاجه من غير ما ركبك توجعك وتنهج. بدل ما تبقى بتدور على السعاده انت بتحاول تتخلص من الالم. فالموضوع زي ما قلت ليه حدود. طب ايه الحل لما الفورمه مش هتبسطني، والدرجات مش هتفرحني، والفيلا الواسعه مش هتخليني راضي، والفلوس مش هتشتري لي السعاده؟ امال انا المفروض اعمل ايه؟ ايه اللي هيخليني مبسوط؟ ولا انا هفضل طول عمري زعلان ومكتئب وخلاص بقى المفروض انط من البلكونه؟ لا مش المفروض تنط من البلكونه، انت محتاج في رايي تركز على 5 عادات. 5 عادات بالنسبه لي انا كانوا المفتاح للسعاده الدائمه، او البيز لاين هابينس، ان انا وانا قاعد عادي في البيت ما بعملش اي حاجه ابقى مبسوط وراضي نوعا ما. ممكن الحاجات دي تنفع معاك وممكن ما تنفعش، ممكن تبقى مناسبه لشخصيتك وممكن لا. جرب ومش هتخسر حاجه، جرب كل واحده في ال5 دول لمده اسبوع وشوف النتيجه. رقم 1 علاقتك بربنا. حياه الملحد غالبا بتفتقد للمعنى لان ناقصه امتياز جامد جدا جدا موجود عندك وانت مش بتستغله، وهو الروحانيه. مجرد معرفتك ان في اله بيهتم بيك وفي اخره وفي سعاده ابديه بيخلي مواقف كتير صعبه تعدي من غير ما تدوس عليه، بيخلي لحظات كتير متعبه ما يبقاش ليها عليك اي تاثير. حاول ما تقطعش العلاقه اللي بينك وبين ربنا، وانا مش بقول لك تبقى راهب او ناسك، انا بقول لك على الاقل ما تفوتش صلاه، وخلي ربنا دايما في بالك في تفاصيل يومك المختلفه. رقم 2 عاده اتعلمتها من الاجانب وهي الجراتيتيود او الامتنان. كل اللي هتحتاجه هو دقيقتين او اقل في اليوم. اختار وقت ثابت، ممكن بعد صلاه معينه او قبل ما تنام او بعد العشاء، وانا شخصيا بفضل بعد ما اصحى من النوم. المطلوب منك انك تمسك ورقه وقلم وتكتب حاجه واحده بس انت ممتن لوجودها في حياتك، او بتحمد ربنا على انها موجوده، او شاكر لوجودها، او ايا كان اللفظ اللي هتستخدمه. ولو بتعملها في اخر اليوم ممكن تخليها حاجه حصلت خلال اليوم نفسه. في ناس بتقول لك اكتب 5 حاجات او 10 حاجات، وده كويس مش وحش، بس انا شايف انك تبدا بحاجه واحده بس على الاقل في اول اسبوعين، ممكن بعد كده تزود لو حابب. العاده دي بتجبرك انك تفكر بايجابيه، وبتفكرك في وسط الايام الصعبه ان الحياه مش دايما سودة، وان موقف صغير ما ينفعش ينسيك كل الحاجات الحلوه في حياتك. بس عارف بتفيد في ايه كمان؟
بتفكرك ان احلى لحظات في حياتك ما بتكلفكش جنيه. القعده مع صحابك في الشارع او التمشيه وقت الشروق او كلمه حلوه اتقالت لك، كل الحاجات دي مش بتدفع فيها جنيه واحد. بس الطريقه دي مفيده في المقاومه اكتر من العلاج. يعني مش انا النهارده صاحي متضايق خلاص امسك نوت واقعد اكتب الحاجات الحلوه في حياتي، لا، القوه الحقيقيه للعاده دي بتبان بعد اسبوعين وثلاثه وشهرين وثلاثه، لما تلاقي انك كل يوم عندك حاجات حلوه مبسوط بوجودها في حياتك، وتكتشف انك بتعيش احلى فترات حياتك وانت مش حاسس. العاده دي مؤثره جدا بالنسبه لي، لان بعد ما طبقتها لفتره مش قليله اكتشفت ان انا اسعد انسان في الدنيا، واكتشفت ان ماليش الحق ان ازعل او اكتئب او احس بضيق اكتر من 5 دقايق. ياه، انا عندي كل ده. رقم 3، وحاول تسمعني قبل ما تشتم، وهي انك تعمل الحاجات اللي بتحبها. مش قصدي انك بتحب الايس كريم يبقى تاكل كل يوم علبه فرايدي حجم عائلي، ولا قصدي انك بتحب المسلسلات يبقى تحقق رقم قياسي في عدد ساعات مشاهده نتفليكس. انا مش بتكلم عن الحاجات اللي بتعمل لك دوبامين هيت، انا قصدي انك تعمل الحاجات اللي فعلا المفروض تعملها بس بالطريقه اللي بتحبها. يعني انت واحد عايز تمارس الرياضه وعارف ومتاكد انك المفروض تلعب رياضه عشان شكلك وصحتك واسباب تانية. كل الناس بتقول لك روح الجيم، بس انت مش بتحب الجيم، خلاص مش لازم. العب كره قدم، طايره، يد، سكواش، تنس، اي رياضه قدامك العب الرياضه اللي بتحبها. مش لازم تغصب نفسك ما دام قدامك خيارات تانية. ما بتحبش الجري، العب عجله. ما بتحبش العجله، العب على اي جهاز كارديو تاني. العب اي حاجه تانية حتى لو كانت المشي. لو بتحب الجيم بس مش بتحب البادي بيلدينج، العب باور ليفتنج. جرب حاجات مختلفه لحد ما تلاقي الحاجه اللي بتحبها وبتبقى مبسوط وانت بتعملها. انا عرفت قيمه الموضوع ده جدا السنه اللي فاتت. سنه 5 عندنا في الكليه المفروض ان هي اصعب سنه في حياتك، وشهور الجحيم بقى ال4 شهور امتحانات دول يفضلوا محفورين في ذاكرتك، وتفضل دي اسود ايام حياتك لحد ما تموت. انا مش من عشاق المذاكره، مش من الناس اللي بتصحى من النوم الصبح تقول ياه انا هذاكر 5 أو 6 ساعات النهارده، انا متشوق جدا. انا مش من الناس دي، بس برضو انا عارف ان انا قدامي 4 شهور لازم حياتي تبقى ان انا اصحى اذاكر انام. طب ازاي اقعد كل ده بعمل حاجه مش بحبها من غير ما اتجنن؟ الحل كان في حاجه واحده، ان اذاكر بالطريقه اللي بحبها. انا مش بحب اسمع ريكوردات دكتور فلان وفلان اللي شرحهم حلو للامتحانات، مش بحب اسمع محاضرات الكليه، بس بحب شرح فلان اللي بيرغي في تفاصيل مش مهمه. بحب اذاكر من تكست بوك. خلاص انا هعمل اللي بحبه، حتى لو احتجت ان اذاكر 10 ساعات في اليوم بدل 7 ساعات لو هذاكر بالطريقه التقليديه. كفايه ان في ال10 ساعات دول هبقى مبسوط. تخيل انك تقعد نص اليوم بتعمل حاجه بتحبها وعايز تعملها، تفتكر ده هيبقى تاثيره ايه على نفسيتك ومودك؟ اغلب الظن انك هتبقى مبسوط. رقم 4، العلاقات. بعد بحث مضني وتفكير وعصف ذهني لفتره طويله جدا اكتشفت ان العلاقات من اكتر الحاجات اللي بتديني سعاده في حياتي. ممكن انت ما تكونش زيي، بس انا بعتبر نفسي شخص اجتماعي، ببقى مبسوط مع الناس، ببقى مبسوط مع اهلي واصحابي، وشايف ان دي حاجه تستحق ان انا اقضي فيها وقت او اصرف عشانها فلوس. يعني في النقطه اللي فاتت مثلا كنت بقول ان انا بحاول اعمل حاجات مطلوب مني اعملها بس بطريقه بحبها، لكن مش بعمل الحاجات اللي بتديني دوبامين هيت تعلي هرمونات السعاده قوي وبعد كده تنزلها تاني مره واحده. هنا بقى باخد راحتي شويه، يعني عادي اقعد مع ناس صحابي ناكل 3 علب كارنفاليتا في قعده واحده، او اقعد مع اخويا نتفرج على 15 حلقه انمي ورا بعض مع ان ورايا مذاكره. الحاجات دي بتخليني اقضي وقت حلو مع ناس بحبها، وقت ببقى مستمتع بيه وعمري ما بندم عليه بعدين. حاجه برضو ساعدتني ان ارتب اولوياتي في النقطه دي هي ان قعدت مع نفسي في مره وسالتها هو انا ايه قيمه علاقتي مع فلان؟ يعني العلاقه دي قيمتها ايه بالنسبه لي؟ يعني انا مستعد ادفع كام عشان فلان صاحبي يفضل صاحبي وعلاقتنا تفضل كويسه؟ وسالت نفسي السؤال ده مع كذا واحد، مش واحد بس. لو اتعرض عليا 1000 جنيه مقابل ان فلان ده يختفي من حياتي ويبقى واحد ما اعرفوش، هل هوافق؟ طب 10000؟ طب 100000؟ طب مليون؟ والنتيجه ان لقيت ان في علاقات كتير في حياتي بتديني معنى وسعاده اكتر من اللي هاخدها من 10 مليون جنيه. والكلام ده كان ايام ما الدولار كان ب 15 جنيه مش 30. فعرفت اني ما ينفعش اخلي العلاقات دي تضعف عشان شغل او مذاكره او عشان حاجه متعلقه بالفلوس، ولازم يبقى في توازن طبعا. يعني مش هيبقى عندي فاينل بكره واقعد اليوم كله على القهوه، بس مفيش مانع ان اضحي ببعض الدرجات مقابل ان انا اقضي وقت كويس مع اهلي او صحابي، خصوصا اني عارف كويس ان دي حاجه بتبسطني وبترفع جوده حياتي، وغالبا هتكون بتبسطك انت كمان. 5، في مسلسل امريكي مشهور انا ما شفتوش كله اسمه سوبرانوس، مش هحرق عليك احداثه ويمكن تحب تشوفه بعدين. في مشهد في المسلسل ده اثر فيا قوي. طبعا المسلسل بيتكلم عن مافيا وعصابات وناس بتقتل ناس وفي دم بقى مشاكل كتير. في حلقه من الحلقات احد الابطال دخل في مشكله صحيه كبيره وطلع منها سليم، مع ان التوقعات كلها كانت بتقول انه هيموت. ساعتها قال جمله حلوه قوي، لما سمعت الجمله دي سالت نفسي هو لازم امر بموقف صعب او لازم ابقى في مكان بين الحياه والموت عشان خاطر احس ان كل يوم هديه؟ ليه ما اتعاملش بالعقليه دي من دلوقتي؟ خصوصا ان انا مؤمن ان كل يوم جديد هديه من ربنا، كل يوم جديد فرصه ان انا اعيش وان اعمل حاجات بحبها وان انا اتبسط اكتر. انا بحب الحياه ككل، فايه
مانع ان انا احبها كاجزاء. قررت اني اعيش كل لحظه، هستمتع باللحظات الصغيره حتى لو كانت ممله او مكرره، حتى لو كان ملهاش اي معنى بالنسبه لك، زي ان انا واقف اكلمك دلوقتي. انا مش مغصوب عشان اعمل الفيديو ده، ولو حبيت اقفل الكاميرا واقفل الشانل كلها محدش هيقول لي حاجه. انا بصور الفيديو ده عشان انا عايز اصوره، عشان انا مبسوط وانا بصور، وهبقى مبسوط لما اخلص، وانا بحب الموضوع كله، وده ملوش غير معنى واحد، ان انا لازم استمتع بكل لحظه في اللي انا بعمله، ما انا مختاره بمزاجي. دي كانت خلاصه رحلتي في البحث عن السعاده. مش لازم انت تبقى زيي، ممكن انت تلاقي سعادتك في الفلوس او الوظيفه او اي حاجه تانية، فما تاخدش كلامي على انه قران. بس مفيش مانع انك لو كنت حاولت قبل كده توصل للسعاده كذا مره بطريقتك وما نجحتش، انك انت تجرب توصل لها بطريقتي مره واحده. وما تنساش ان السعاده مش حدث، مش زرار هتدوس عليه فتبقى مبسوط وفرحان، لا ده موضوع بياخد وقت شويه، ومحتاج تغيير في عقليتك وفي افعالك وفي كل حاجه في حياتك، محتاج تغيير في نظام يومك. بس اهم حاجه تفضل فاكرها، ولو هتطلع من الفيديو ده بنقطه واحده بس، هي انك لو مش عارف تتبسط باللي معاك مش هتعرف تتبسط باللي هيجي، وان لو الجنيه الجاي هو اللي هيخليك مبسوط، طب ليه ما اتبسطتش بالجنيه اللي فات؟ عايز اعرف رايكم بجد المره دي، مش اعمل لايك وسبسكرايب وكده، لا بجد انا عايز اتناقش المره دي في الكومنتات. اكتب لي رايك تحت، يمكن عندك وجهه نظر مختلفه عني، يمكن خدت تجربه طلعت لك نتائج او افكار تانية غير اللي عندي، عايز اتناقش معاك واعرفها. واسف لو كنت طولت عليكم او انفعلت شويه في الفيديو، بس شكرا لحسن استماعكم، سلام عليكم.